السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد علي وبقدم محتوى يفيدك في حياتك. لازم تسيب التليفون. باختصار، التليفون ده نصيبة الصراحة وكارثة. ليه بقى؟ في ناس كتيرة أول ما تصحى من النوم لازم تمسك التليفون، قبل ما تنام تمسك التليفون، في الحمام تمسك التليفون، أي حاجة في حياتها تليفون. الفكرة الرئيسية من التليفون ده مش اللي هو يبقى معاك 24 ساعة في ال 24 ساعة، لا، هو كان معمول لغرض معين بسيط ليه أهدافه، بس الناس كان ليها وجهة نظر غير كده. هو معمول علشان الناس تتواصل مع بعض، بس هو وسيلة تواصل بين طرفين. بس دلوقتي بقى حد عايش معانا، مفيش حد دلوقتي معهوش تليفون، مفيش حد دلوقتي ما بيخشش على الميديا. التليفون ده في ناس أول لما تصحى من النوم هدفها الاول اللي هي تمسك التليفون تشوف ايه الجديد اللي نزل وايه الاخبار وايه الدنيا. انا واحد، في ناس كتير زيي، اصحى من النوم كنت بصحى من على الساعه 8 كده، اول حاجه بعملها ايه؟ اقوم ماسك التليفون او داخل على اليوتيوب اتفرج على فيديو التاني التالت. مره واحده كده بص على الساعه الاقي الساعه 11. ايه ده؟ انا صاحي الساعه 8، الساعه 11 ماسك التليفون من غير اي هدف. ماليش هدف، مثلا مفيش فيديو داخل اتفرج عليه معين، ملهاش لازمه حرفيا. هل انت كده؟ لو انت كده فانت متاخر وبتعاني في حياتك، لان ده كان معمول لخدمه البشر، دلوقتي معمول لاكتئاب البشر. ليه اكتئاب البشر؟ ممكن تشوف واحد واصل لهدف معين، صاحب شركه مثلا، وانت نفسك وهتموت وتحقق الهدف ده، ونفسك تبقى صاحب شركة كبيرة وعندك فلوس وعندك عربيات، او مثلا تبقى يوتيوبر. واحد تاني اصغر منك عنده متابعين وعنده مشتركين وعنده ناس بتتفرج عليه وبيعلقوا له وبيتواصل معاهم وبيدخل فلوس من النت، وانت نفسك تعمل كده. هيجي لك اكتئاب. انت شايف واحد ناجح بيقول لك يا جدعان انا عملت كذا وكذا وكذا ونجحت، انت هتبص له طب انا ما بعملش كده ليه؟ ما هو بسبب اللي انت بتعمله ده، بسبب الحديده دي. نفس الجهاز، بس هو بيستخدمه ازاي وانت بتستخدمه ازاي، هو ده الفرق. يوم واحد بس تجرب اللي انا هقول لك عليه ده. اول لما تصحى تجيب ورقه وقلم، تكتب 3 اهداف بس هتعملهم في يومك بجانب الصلاه. الصلاه ده كده كده يعني شيء هتعمله، يعني هتعمله مش محتاجه حاجه. عايزك تخش على يوتيوب ولا الفيسبوك ولا تيك توك، ولكن ده ما يمنعكش ان انت تخش تتفرج عليا. عايز تتفرج على محتوى، اتفرج على محتوى تعليمي يفيدك، مش محتوى هلس وبس كده. اكتب لي رايك في الفيديو عشان نستمر. لو الفيديو عجبك وانت استفدت منه اعمل لايك وفولو وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد.